مش لازم تكون مدمن هيروين او ايس او شابو عشان تكون بتدمر حياتك. في عادات الجيل ده اتغرست فيه او بدأت تتعود عليه بتدمر صحته الجسدية وصحته النفسية. ففي الفيديو ده هكلمك عن اشهر 14 عادة الناس بتعملهم كل يوم وبيدمروا حياتهم على المدى القصير او المدى الطويل. اول عادة معانا وهي ادمان المخدرات او الكحوليات. المخدرات بتدمر مركز المكافأة عندك او الدوبامين باسويز اللي موجودة في المخ، لدرجة ان ادمان المخدرات بيخليك ما تقدرش تستمتع باي حاجة تانية عادية في حياتك، وانت ما بتبقاش مستمتع غير بتناولك او تعاطيك للمخدرات. وبتخلي ناس كتيره تستلف فلوس او حياتها تتدمر بسبب ان هو ادمن الاحساس ده. والكحوليات كمان الاستمرار عليها بتصغر حجم المخ بتاعك وحرفيا بتخليك اغبى على مدار الوقت. وده غير اعراض الانسحاب اللي بتيجي من الادويه دي، اللي ممكن في بعض الاحيان تكون مطوله معاك او تضطر ان انت مثلا تعمل كورس عشان تتخلص من اعراض الانسحاب بتاعه الدواء ده. وفي بعض المخدرات بتغير الايبيجينetics بتاعتك، يعني بتغير اساسا كيمياء المخ بتاعك او كيمياء الجسم بتاعك حتى بعد ما تبطلها في فتره. تاني عاده معانا وهي ادمان الاباحيه. طبعا موضوع ادمان الاباحيه ده هتلاقي فيه ناس كتيره بتتكلم على الانترنت او السوشيال ميديا، والناس انقسموا لقسمين. القسم الاولاني اللي يقول لك ما ينفعش ان انت تعملها لانها مضره للصحه وممكن حتى ان هو يأفور في الاعراض الجانبيه بتاعتها، وقسم تاني يقول لك ان عادي الاباحيه عادي وان انت تستهلكها طالما انت متحكم في الموضوع. وفي الحقيقه الاباحيه بتدمر حياه ناس كتيره، ده لو ما كانتش اساسا مدمره حياتك وانت مش واخد بالك. هتقول لي طب يا عم عمر ما فيش دراسات قويه مثلا بتبين ان الاباحيه بتدمر المخ وهكذا؟ هقول لك ان مين اللي هيمول الدراسات دي؟ يعني مين اللي هيكون ليه مصلحه انه يكشف ان الاباحيه بتدمر المخ اللي هي اساسا حاجه بديهيه؟ يعني انا لو قلت لك ان انت لو جبت ميه مغليه دلوقتي وحطيتها على جسمك فدي حاجه مؤذيه، انا مش مضطر ان انا اروح اعمل دراسه واثبتها عشان ابين لك ان الموضوع ده مضر. لا، انت بالعقل والمنطق ادمان الاباحيه بيخليك تتعود على حاجات ما هياش من ارض الواقع، وبعد فتره بتلاقي انكماش في الماده الرماديه اللي في مخك اللي هي مسؤوله عن مراكز القرار والمكافاه في جسمك. ده غير كمان ان هي بتكون مرتبطه او بتزود الضعف الجنسي عند الشباب او بتزود سرعه القذف عندهم، وبتاثر بصوره لحظيه على مستويات هرمونات عندك زي التستوستيرون او هرمون السيروتونين. ده غير كمان ان هي بتديك احساس ندم، يعني في ناس كتيره بتندم على الموضوع ده وده بيدمر ثقتك على المدى البعيد. تالت عاده معانا وهو التدخين. هتقول لي بقى تدخين سجاير، تدخين فيب، تدخين ايكوس، اي نوع من انواع الدخان فهو مضر. ومش محتاج ان انا ابين لك ان التدخين مرتبط بمعظم الامراض اللي انت تعرفها او ما تعرفهاش. يعني انت لو جيت مثلا مسكت كتب الطب او مثلا لو ليك حد في طب او في صيدله او كده ومسكت الكتب بتاعتهم، فهتلاقي ان معظم الامراض واحد من الفاكتورز بتاعتها او واحد من الاسباب بتاعتها هو التدخين. التدخين بيخليك ان انت تعجز بدري، وبيدمر الجلد بتاعك، بيدمر الشعر بتاعك، بيدمر صحة الشرايين بتاعتك. ده غير كمان ان هو ممكن يكون عبء مادي لبعض الناس. والنيكوتين على الرغم ان هو مركب ممكن يكون ليه بعض الفوائد في جسم الانسان زي ان هو بيزود معدل الحرق او ليه خصائص نوتروبيك او محسنة للذكاء، بس هو النيكوتين بيكون محطوط في الدخان عشان يخليك ان انت تدمنه وان انت على طول تشتريه، وعلى طول دايما دماغك بيدور ان هو يملأ الفراغ او يزود الدوبامين بتاعه عن طريق التدخين. رابع ادمان معانا هو ادمان السوشيال ميديا. ان انت بتقضي وقت كتير على التليفون بتاعك او على التابلت او على الشاشة، وقت غير برودكتيف، عمال بتسكرول مثلا في الريلز او بتقلب في السوشيال ميديا من غير اما تكون بتعمل حاجه مفيده او تكون بتشتغل. ادمان السوشيال ميديا بيعمل حاجه اسمها البرين روت اللي كنت عملت عليها فيديو قبل كده، اللي هو تعفن الدماغ، وبيخليك ان انت ما تستمتعش بالحاجات التانية في حياتك اللي بيكون التحفيز بتاعها اقل. ده غير ان ادمان السوشيال ميديا بيقلل حاجه اسمها البي دي ان اف، وده مسؤول عن التعلم والذاكره، وبيخليك او بيزود البلاهه عندك بعد فتره. فانت ممكن تعتبر ان التليفون بتاعك او السوشيال ميديا عموما خلت ان هي بقت شبه المخدرات. يعني انت مثلا ماسك التليفون او التليفون في جنب، تلاقي مثلا في اشعار مثلا من السوشيال ميديا او من التطبيقات بتاعتك ان هو كل شويه ان انت لازم تمسك التليفون بتاعك عشان تشوف ايه اللي حصل او ايه النوتيفيكيشن ده بيقول ايه، فبيخليها كانها زي جرعه مخدرات مستني الجرعه فيما بعدها. ده غير اساسا ان في ناس لو ما بعتلاش مثلا نوتيفيكيشن كل فتره او ما حدش كلمها بتحس ان هي نفسيتها مش مظبوطه. فادمان السوشيال ميديا مدمر زيه زي ادمان المخدرات بالظبط. خامس حاجه وهو القمار والمراهنات. ولو انت قلبت شويه في السوشيال ميديا فهتلاقي ان في ناس كتيره بقت بتدعوك ان انت تنزل مثلا تطبيقات قمار او تطبيقات مثلا مراهنات، او حتى بيدفعوا فلوس كتيره جدا للانفلونسر ان هم يروجوا المنصات دي. والمنصات دي هي كل هدفها ان هي تجذب الشباب ليها، وبتبيع لهم اللي هو الحلم اليائس ان انت ممكن مثلا تجيب العربيه اللي في خيالك او تركب يخت او مثلا تشتري بيت او ان انت تتجوز، وانت قاعد على البيت ما بتعملش حاجه، بكورس مثلا هتاخده او كده وتتعلم مثلا التداول او تتعلم مثلا الاستثمار وهكذا. وهي كلها في الحقيقه هي وجه من اوجه القمار او المراهنات. يعني هي ما تفرقش تماما عن الكازينوهات اللي موجوده
مثلا في امريكا او في المجتمع الغربي. الفكره بقى كلها ان في ناس بتدمن موضوع القمار او المراهنات وما بيقدروش ان هم ينسحبوا حتى لو هم خسروا كل الفلوس اللي عندهم، لان دماغك بيكون مهووس جدا بالاحتمالات اكتر من الحقيقه. يعني انت بتلغي خالص موضوع التفكير في دماغك، وكل اللي بيكون فارق معاك او اللي بيحفزك هو الدوبامين او مخك، ان هو بيقول لك ان في احتمال ان احنا نكسب، مع ان الاحتمال ده ممكن يكون ضعيف او يكون مش موجود في بعض الاحيان. سادس عاده معانا وهي التوتر المزمن. التوتر او الاحساس بالقلق هي حاجه او فطره طبيعيه موجوده في جسم الانسان عشان تنبهك ان في حاجه غلط في حياتك انت محتاج تغيرها. يعني مثلا انت متوتر في كاريرك مثلا، او حاسس انك تايه، متوتر مثلا في الشغل بتاعك، او متوتر مثلا ان الفلوس قليله، فده ممكن يكون حاجه منطقيه ان هو انت متوتر عشان حاجه معينه، فانت لو انت سعيت ليها او انت حلتها فالتوتر ده هيروح. انما في بعض الناس زي ما تقول كده ادمنوا التوتر، يعني على طول متوترين، على طول بيفكروا زياده عن اللزوم. انت الحاجه دلوقتي اللي موتراك دي لو انت تقدر ان انت تحلها، فالافضل ان انت تجيب ورقه وقلم وتبتدي ان انت تشوف ايه الحاجات اللي انت ممكن تغيرها عشان تحل المشكله دي، بدل ما تقعد تتوتر اساسا وما تعملش اي حاجه. لان انت لو على طول في حاله توتر فحرفيا انت بتكون عرضه لمعظم الامراض اللي البشريه تعرفها. الكورتيزول العالي مثلا بيضعف المناعه، وانت المناعه بتاعتك لما تكون ضعيفه فانت بتكون عرضه للامراض زي البرد او حتى الامراض المناعيه بصوره اعلى. ده غير ان هو ممكن يخليك التوتر العالي ده ان هرموناتك مش متظبطه، فانت على طول مثلا بيبقى عندك كريفنج الاكل معين، او ان انت عايز تاكل اكل مش صحي عشان تاخد نسبة دوبامين. ده غير ان هو ممكن يزود لك دهون البطن عندك، او يعمل لك تقلبات مزاجية غريبة جدا، وممكن برضو يأثر على بكتيريا الامعاء. تلاقي دايما ان انت عندك مشاكل في القولون، او مشاكل في المعدة، او مشاكل في الهضم، او حتى ارتجاع مريء، او حتى زيادة حموضة. كل الحاجات ديت الاسترس او التوتر بيكون مرتبط بيها. فنصيحتي ليك لو انت في حاجه مثلا موتراك في حياتك، او شوف الحاجات اللي موتراك في حياتك واقعد اكتبها كده مع نفسك، شوف ايه الحاجات اللي ينفع ان انت تحلها والحاجات اللي انت ما ينفعش تحلها والمفروض ان انت تتعايش معاها. الحاجات اللي تعرف تحلها اكتب حاول ان انت تخطط لها، او تجيب ورقه وقلم وتخطط ازاي تحلها. الحاجات اللي انت ما تعرفش ان انت تحلها سلم امرك لله وخلاص، يعني فاهمني؟ طالما حاجه ما تقدرش تغيرها او حاجه خارج ارادتك فخلاص اتقبل الوضع وموف اون، او شوف حياتك. وده ينقلنا للنقطه اللي بعدها او سابع عاده معانا، وهي العزله او التوحد. ان انت ما بتقابلش ناس، على طول قاعد مثلا في البيت او قاعد في اوضتك، ما بتتفاعلش مع بشر سواء مثلا عيلتك او صحابك، انت قاعد في عزله وتوحد. لما بتكون وحيد فالالتهابات في جسمك بتكون على فكره ازيد. يعني في حاجه اسمها الانترلوكين 6، والبروتين ده مرتبط بامراض مزمنه كتيره، وان هو بيزود الوفاه المبكره. ده غير برضو ان العزله بتقلل من افراز حاجه اسمها الاوكسيتوسين، اللي هو هرمون اساسا الترابط والثقه، اللي المفروض يتفرز عندك كل فتره وفتره عشان تحس ان انت انسان طبيعي. فلو انت مثلا داخل في مود اكتئاب، او حاسس ان انت بتقضي وقت كتير في الاوضه بتاعتك او في البيت بتاعك من غير ما تنزل، حاول ان انت تغير، تروح مثلا تشوف اصحابك، تروح مثلا تشوف عيلتك، تقعد مع ناس وهكذا. يعني بلاش ان انت تقتنع ان انت لون وولف مثلا، او ان العزله دي حاجه كويسه، او ان هي هتخليك تعدي الموضوع ده. لا، يعني الموضوع ده بيجي في الافلام، او اللي هو العبارات بتاعت الواتساب اللي هو احنا عملنا نفسنا بنفسنا والكلام ده. لا، حاول ان انت تتفاعل مع البشر، لان هو ربنا خلقك اساسا في الكوكب ده ان انت تتفاعل مع الناس اللي حواليك، مش ان انت تعيش لوحدك. تامن حاجه مضره في حياتك وهي السمنه، او ان وزنك يكون زايد بصوره كبيره. بعيدا عن ان هو شكلك هيكون مش احسن حاجه، وهتكون ثقتك بنفسك مش احسن حاجه، والناس اللي حواليك هيعاملوك بطريقه معينه او بطريقه قليله عشان انت مثلا مش مهتم بنفسك، او ياخدوا عندك انطباعات اوليه. لان السمنه او ان وزنك يبقى زايد ده مرتبط بمعظم الامراض برضو اللي احنا نعرفها. يعني مثلا بيزود الالتهابات في جسم الانسان، ممكن يخليك عرضه لامراض زي مثلا السكر والضغط والكوليسترول وهكذا. فالسمنه هي حاجه مش صحيه، وبتزود من معدل او بتسرع من معدل وفاتك. فلو انت وزنك زايد حاول ان انت تهتم بالموضوع بان انت تظبط الاكل والدايت بتاعك. وممكن تلاقي نصائح كتيره مثلا على السوشيال ميديا، او ان انت تروح مثلا تشترك مع مدرب عشان يساعدك ان انت تحل مشكله وزنك ازاي. تاسع حاجه وهو اضطراب النوم، سواء بقله النوم او بزياده. يعني فكره ان انت في ايام او في ناس بتنام مثلا 3 ساعات او 4 ساعات في اليوم وعايشه حياتها ومثلا كل حياتها شغل او كده، او الناس اللي عندها ارق ومش بيحلوا الموضوع ده، او الناس اللي بتنام اكتر من 9 ساعات في اليوم، بتنام 12 ساعه. فكل الحاجات دي بتدمر صحه دماغك وبتزود من معدل الوفيات، او بتسرع معدل وفاتك. طبعا هو انت امتى هتموت دي حاجه من عند ربنا، بس في انت برضو بتاخد بالاسباب. يعني في حاجات معينه بتعملها في حياتك بتزود معدل الموت بتاعك، او بتخلي صحتك اضعف. فالنوم ده حاجه ربنا يعني اداها لك نعمه، ان هو بيخلي جسمك ينظف
نفسه بنفسه، ان هو دماغك مثلا بينظف نفسه من السموم. بتحاول ان انت ترتاح. لو انت مثلا بتبذل مجهود بدني، فالريكفري بتاعتك او استشفاء العضلات برضو بيحصل اثناء النوم وهكذا. فالنوم ده هي وسيله لتجديد النشاط والطاقه. فانت لو انت مهملها، سواء ان انت بتنام قليل او بتنام كتير لفتره زمنيه طويله، فده بيأثر على صحتك بصوره سلبيه كبيره جدا. عشان حاجه معانا، وهي حاجه عبيطه جدا بس في ناس كتيره بتهملها، هو الجفاف. ان انت ما بتشربش كميه ميه كافيه. وفي ناس كتيره مقتنعه ان هو بيشرب كميه ميه كافيه لمجرد ان هو مثلا بيقوم ماسك ازازه الميه، يقوم رايح عامل كده، حشر الميه في بقه، وبعدين يقوم مدخلها مره واحده في زوره، ويلاقي مثلا ان هو دخل الحمام نزل كل الميه اللي هو شربها. يا لا، يعني في ادب او في اتيكيت او في سنه في الشرب الميه ذات نفسها. يعني انت متخيل الموضوع واصل لايه؟ ان انت مثلا لازم ان انت تشرب ميه وانت قاعد، ان انت تشرب الميه على دفعات مش مره واحده، ان انت تشربها بالراحه على 3 مرات. انت ممكن مثلا تدور على السنه او اللي هو نصائح الرسول مثلا في شرب الميه وتعرفها لنفسك. ولو انت جيت تدور عليها على ايه الاساس العلمي بتاعها، فهتلاقي فعلا ان لها اساس علمي. يعني في ناس كتيره بتقول ان هو اول ما بيشرب ميه بيحس ان هو عايز يرجع، او اول ما بيشرب ميه بيحس ان بطنه وجعاه او جاله انتفاخات. ده بسبب ان هو حرفيا في حاله جفاف، وما بيعوضش السوائل بصوره صحيحه. ان هو بيقوم مثلا ماسك كوبايه الميه، يقوم جاي حاشرها في بقه مره واحده، وبعدين يلاقي نفسه داخل الحمام. حرفيا كل اللي هو عمله ان هو زود المجهود على الكلى ان هي تفلتر الميه دي بسرعه. فانت لازم ان انت تشرب كميه ميه كافيه ان انت توزعها على مدار اليوم بتاعك. مش هقول لك مثلا اشرب 8 كوبايات او اشرب مثلا 2 لتر 3 لتر، لا، اشرب على حسب المجهود بتاعك وحجمك ووزنك والكلام ده كله. اشرب مثلا كل فتره، حاول ان الميه دايما تكون جنبك، وان انت تعوض السوائل بتاعتك. لان الجفاف اساسا بيخليك ان انت تركيزك وانتباهك يقل بنسبه 10 ل 15%. وبرضه بيزودوا الجهد على القلب والكلى، لان هو بيخلي الدم اسمك. وبرضه الجفاف او قله شرب الميه بيأثر على المزاج بتاعك، لان خلايا المخ بتقل نشاطها. العاده بقى ال11 معانا، وهي عدم تحفيز الدماغ المستمر. يعني مثلا انت واحد حياتك روتينيه جدا، بتروح مثلا الشغل، وبعد الشغل مثلا بتروح البيت، تقعد في البيت شويه وبعدها تنام. اللي هو حرفيا ولا بتتعلم حاجه جديده، ولا مثلا بتلعب حاجه تقوي مثلا دماغك او تقوي نشاطك. ما بتحاولش ان انت تحط نفسك في مشكله مثلا، حاجه انت المفروض تحلها او تشغل دماغك فيها. يعني انا عايزك تفكر ان الدماغ ده عامل زي عضله مثلا الباي بتاعتك، لو انت ما مرنتهاش هتلاقي ان هي صغرت. فلازم ان انت تحفز دماغك كل فتره. ولو انت مثلا ان انت تتعلم حاجه جديده، ان انت تحاول مثلا تتعلم لغه، ان انت مثلا تلعب العاب مثلا بتحفز الدماغ وهكذا. العاده اللي 12 معانا بقى، وهي المالتي تاسكينج. الناس زي ما تقول كده اللي هو صاحب بالين. اللي هو صاحب بالين دايما كذاب. ليه؟ لان انت لو بتحاول ان انت تعمل حاجتين مع بعض، او بتشتغل شغلانتين مع بعض، او دايما لازما او زانق نفسك مثلا في المواعيد، ده في الحياه بيخلي دماغك ما يفكرش بصوره صحيحه، واحتماليه ان انت تعمل اخطاء بتزيد بنسبه تصل لاكتر من 50%. ففكره ان انت بتحاول ان انت تحشر كذا حاجه تعملها مع بعض، دي فكره غلط. حاول ان انت تقسم يومك، تعمل كل حاجه لوحدها. وحاول ان انت ما تعتمدش على المالتي تاسكينج ده، لان لو انت كل حياتك بتعملها ان هو مالتي تاسكينج على مدار اليوم، فهتلاقي ان انت مش قادر تركز في الحاجه دي خالص. العدد 13 معانا هو التسويف. التسويف يعني الحاجه ديت، لا انا هعملها بكره، هعملها بعده، هعملها بعده، هعملها الاسبوع الجاي، هعملها الشهر الجاي. وتتفاجئ مثلا ان بعد مرور الوقت ان انت ما عملتش اي حاجه خالص من الحاجات اللي انت بتقول ان انت هتعملها لنفسك. ليه بقى الموضوع ده؟ لان الدماغ لما انت تبتدي مثلا تفكر ان الحاجه دي هعملها بكره وما تعملهاش، انا هعمل الحاجه دي بعد بكره وما تعملهاش، او اعمل الحاجه دي الاسبوع الجاي وما تعملهاش. فده بيربط ان انت لو انت فكرت ان انت تعمل حاجه، او لو بقى عندك شغف لاي حاجه ان انت ما عملتهاش، فده سبب لك الم او سبب لك مثلا ندم. فالدماغ بيربط الموضوع ده، يخليك ان انت تخاف ان انت تاخد خطوه في اي حاجه. يعني مثلا ايه، تيجي تقول انا هشتغل بكره وهدور على شغل بكره، او مش عارف هعمل ده بكره وما تعملوش. فده بيربط دماغك ان انت ما بتعملش الحاجه، فبتحاول ان انت تتهرب منها وتحاول تدور على اي حاجه تعملها تلهيك على مدار يومك. وبيخليك ان انت تدمن العادات اللي احنا قلناها دي اكتر. يعني خليك مثلا تتجه للتدخين، للمخدرات، للاباحيه وهكذا. لان انت اساسا دماغك ما عادش قادر ان هو يفكر، او كل ما تحاول تفكر تعمل حاجه ما تعملهاش، فخلاص زي ما تقول كده دماغك زهق منك. فالحل بقى اللي هو اقرص نفسك. يعني انت مثلا جات لك فكره او جات لك حاجه، هات ورقه وقلم واكتبها، وابتدي مثلا خطط لها واعملها على طول، نفذها. مش شرط ان انت تكون عالم مثلا عشان تبتدي تعمل حاجه في حياتك، لا، خلي الموضوع ابسط بكتير. وما تحاولش مثلا ايه
تزود المجهود اللي انت هتعمله في حاجه معينه، وحاول ان انت دايما تبسط الامور على نفسك. العاده بقى ال 14 بقى، وهي حاجه اسمها الداي دريمينج او المالديتيف داي دريمينج او احلام اليقظه بالعربي. ايه احلام اليقظه دي؟ احلام اليقظه دي ان انت بتسرح مثلا في خيالك مثلا على مدار اليوم، تقوم رايح مثلا قافل الباب على نفسك وتبتدي تعيش في عالم من الخيال مثلا او الاوهام اللي انت عملتها. يعني مثلا تقول ايه، انا نفسي ان انا يبقى عندي بيزنس، فتبتدي تتخيل نفسك ان انت بقى عندك بيزنس وفلوس، وتبتدي تقول انا هعمل ايه لو بقى معايا الفلوس، وهصرفها في ايه، والمشاكل اللي هتجيلي، وانت اساسا كل الحاجات دي في خيالك، انما انت في ارض الواقع الثابت زي ما انت ما اتحركتش. فاحلام اليقظه او المالديبتيف داي دريمينج هي في الاول لو انت عرفت مثلا تتحكمها صح، فهي ممكن تبقى حاجه ايجابيه في حياتك. حاجه ايجابيه ازاي؟ ان انت مثلا نفسك ان انت تعمل مشروع، ان انت تتعلم حاجه معينه، فانت بتتخيل نفسك في المكان ده، فتبتدي ان انت تنفذ او الموضوع ده يشجعك. طب امتى بقى يكون عاده ضاره؟ لو انت بقيت عايش في العالم ده وما بتعملش حاجه، لان انت بعد فتره هتلاقي ان الوقت عدى وانت ما عملتش الحاجه دي، فتبتدي ان انت تكتئب، وبرضه الدماغ يعني زي ما تقول كده يزهق منك ان انت مثلا قررت ان انت تعمل حاجه زي دي وما عملتهاش. فالثقه بتاعتك فخيالك قوه، استخدمه صح ان انت تبني اهدافك وتخليها في ارض الواقع او تخليها اهداف ملموسه. وطبعا في عادات اكتر من دي مضره في حياه الانسان، بس دول اكتر 14 عاده انا بلاحظ ان الجيل بتاعنا بيعملوها. ممكن اساسا تكون بتعمل ال 14 عاده دول في اليوم الواحد، وبعدها تقول لنفسك انا ليه حياتي مثلا بايظه. لو في عاده مثلا انت شايف ان هي اسوأ من دول وانا مثلا ما ذكرتهاش، اكتبها لي تحت في الكومنتات. لو نوعيه الفيديوهات دي عجبتكم قولوا لي في الكومنتات برضو، ممكن اعمل لكم فيديوهات اكتر من النوع ده. ولو حابين استشاره او متابعه الكترونيه، سواء ان انت عايزني اساعدك في رحلتك مثلا الفتنس او الصحيه، او عايزني مثلا اصمم لك روتين للشعر، فهتلاقي اللينك في الديسكربشن. وبس كده، واشوفكم في الفيديوهات الجايه.